ضاني فخده الضرن. ناس كتير بتسال الضرن فين؟ من 100 سنه ومن 20 سنه ومن 30 سنه لما كنا بنذبح الخروف كنا بنمسكه ندغدغه ببعضه ونعرف ضرنه ولا نعرف مش عارف ايه. بس احنا دلوقتي يعني اتفتحنا شويه واتطورنا فعرفنا ان في حاجه اسمها ضرنه وحاجه بتتشال والكلام ده. بتكون فين؟ من ضمن الضرن اللي بيبقى في الخروف بتبقى في الفخده عند ما بين وش الفخده الوش اهو وده الظهر وعرق التربيانكو بتلاقوه في النص. يعني هنفتح كده اهو ادي وش الفخده في ايدينا وده عرق التربيانكو اللي هو الابيض ده وده ظهر الفخده. الضرنه فين اهي؟ تبقى في حته دهنه بيضه كده. طبعا في العجل بتبقى دي كده مثلا حوالي 100 جرام 120 جرام تبقى دي كده بدهنتها. انما طبعا بتاع الخروف ايه؟ صغيره. لو قطعت فخده بلاقي ناس كاتبه لي في الكومنت ما طلعتش الضرنه ليه يا معلم؟ هنطلعها والله، بتطلع وبتترمي في الزباله مفيش مشكله. ولكن زمان برضو الناس كلها عارفه ان احنا كنا لا ضرنا ولا بتاع، كنا بندغدغ كل بعض والناس كانت بصحتها والدنيا كانت حلوه والله وكانت ايام خير. تعالى بقى بص تفاصيل الضاني البرق البيور الفي اي بي بتاع الصحراء. نقول صحراوي يعني مثلا نيجي نقول فخده الصحراوي او البرق الصحراوي. واحد يقول لك الصحراوي ده طريق، لا يعني مقصود الصحراوي دي يعني اللي هو ايه؟ جاي من الصحراء اتربى في الصحراء. من الصحراوي يعني يقول لك الصحراوي ده طريق ماشي عادي معلش يعني ايه. يبقى خدها خليها عليك المره الجايه بس. واما المعلم سعيد حرب واحلى مسا عليك كده بس عليك يا باشا. ختامها مسك. باي باي.